الفيلم كمان بيطرح سؤال مهم جدا، وهو ايه اللي بيخلي الحياه تستحق ان احنا نعيشها؟ يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي. تخيل كده لو في يوم صحيت وما لقيتش نفسك، تخيل ازاي حياتك كانت هتتغير. ايه اللي كان هيحصل لاهلك، لاصحابك، للناس اللي بتحبهم؟ من الممكن انك تفتكر انك مش مؤثر وان حياتك مش مهمه ومش بتفرق مع حد. لكن فيلم النهارده بيدينا نظره اعمق بكتير لحياتنا ووجودنا واهميتنا في الحياه. فرانك كابرا مخرج الفيلم قدر يخلق قصه عن شخص عادي، راجل زي اي حد فينا، لكنه اكتشف ان وجوده في الحياه اهم بكتير قوي مما كان بيتخيل. فجهزوا نفسكم عشان نتعرف على قصه جورج بايلي، الراجل اللي اثبت لنا ان الحياه اروع مما نتخيل. فمع مراجعه الفيلم الرائع جدا It's a Wonderful Life، الفيلم بيحكي عن جورج بايلي، شاب طموح من بلده صغيره اسمها بيدفورد فولز. جورج دايما كان عنده احلام كبيره، كان عايز يسافر ويشوف العالم، لكن بسبب سلسله من الظروف بيلاقي نفسه مضطر انه يفضل في بلده ويدير شركه العيله. الاحداث بتاخد منحنى درامي كبير لما عم جورج بيضيع مبلغ $8000، وجورج بيلاقي نفسه في ورطه كبيره. وفي لحظه يأس بيفكر جورج انه ينهي حياته، لكن بيظهر ملاك اسمه كلارنس واللي بياخده في رحله غير تقليديه وبيوريه شكل الحياه لو كان عمره ما اتولد. فهل فعلا جورج بيكتشف مدى اهميته واهميه حياته ويقدر يحل مشاكله، ولا المشاكل هتكتر عليه ومش هيقدر يحلها وينتحر؟ فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ فيلم النهارده هو واحد من اهم كلاسيكيات السينما الامريكيه. الفيلم اتعرض لاول مره في 20 ديسمبر سنه 46، وهو من اخراج فرانك كابرا، واللي يعتبر واحد من اهم مخرجي عصره. فرانك عنده اسلوب فريد جدا بيجمع ما بين الكوميديا والدراما، وبيعرف ازاي يخلق قصه انسانيه بتلمس قلوب الناس. الفيلم ده حسب كلامه يعتبر اهم فيلم عمله في حياته. انتاج الفيلم ما كانش بالسلاسه اللي ممكن نتخيلها، وواجه مشاكل وصعوبات كتير في البدايه. القصه بدات لما فيليب ستيرن الكاتب الامريكي كتب سنه 39 قصه قصيره اسمها ذا جريتست جيفت، لكن فيليب ما لقاش ناشر يقبل قصته، فقرر انه يطبعها ككارت معايده ووزع الكروت دي على اصحابه. القصه دي بعد كده وصلت بطريق الصدفه لفرانك كابرا مخرج الفيلم، واللي وقتها كان راجع من الحرب العالميه الثانيه، وكان بيدور عن قصه تلمس قلوب الناس وتديهم امل في الحياه بعد اللي شافوه وعاشوه في خلال الحرب العالميه الثانيه. فرانك كابرا اخذ القصه وعرضها على كتير من الكتاب الكبار في الوقت ده، وده علشان يحاولوا يكتبوا سيناريو يناسب القصه، لكن مفيش حد فيهم قدر يكتب سيناريو ويحقق رؤيه فرانك كابرا اللي بيفكر فيها. لكن اخيرا قدر فرانك ان يعثر على الكتاب المناسبين واللي هيقدروا يحققوا رؤيته في الفيلم، وهم الكاتبه الامريكيه فرانس جودريتش والكاتب البرت هاكيت. واستكمالا لمسلسل الصعوبات اللي واجهت الفيلم، فالتصوير كمان واجه صعوبات من البدايه، وده لان كابرا قرر يستبدل مدير التصوير بعد 5 اسابيع من بدء التصوير، واستبدله بمدير تصوير اخر، وده لان كابرا كان عنده رؤيه اخراجيه معينه عايز يوصلها للمشاهد. فرانك كابرا كان عايز يبني البلده الخياليه بيدفورد فولز بالطريقه اللي في دماغه بالظبط، وما كانش سهل ابدا انه يلاقي حد يقدر يحقق له ده. الفيلم واجه صعوبات تانية، وهي ان توقيت التصوير كان في الصيف، وكان لازم يصوروا مشاهد الكريسماس وهما في وسط درجات حراره عاليه جدا، لدرجه ان فريق العمل كان بياخد اجازات من الحر الشديد علشان يقدروا يوفروا في الميزانيه، واللي كانت حوالي 1.7 مليون دولار في البدايه، لكنها زادت بعد كده وصلت ل 3 مليون دولار، وده يعتبر ميزانيه كبيره جدا في الوقت ده. وده لان كابرا قرر يبني بلده بيدفورد فولز، بمعنى ان البلد اللي شفناها في الفيلم هي عباره عن بلد كامله اتبنت من الصفر، بلد اتبنت بمباني وشوارع واشجار وكانها مدينه حقيقيه بالظبط. لكن بالرغم من كل الصعوبات اللي واجهت الفيلم واللي حكينا عنها قبل كده، فالصعوبات ما وقفتش عند الحد ده، لان كان في تحديات نفسيه كبيره جدا خلال التصوير. فعلى سبيل المثال، فجيمس ستيوارت بطل الفيلم كان لسه راجع من الحرب العالميه الثانيه، وكان محمل بعبء نفسي كبير ناتج من المعاناه اللي عاشها في الحرب. فمشهد زي اللي بيصرخ فيه قدام ماري بعد ما ضاع منه مبلغ $8000 كان مشهد مليان بمشاعر حقيقيه غير مفتعله. ستيوارت قال في مقابلات بعد كده ان مشاعره دي كانت جايه من تعب وارهاق حقيقيين، وكابرا كان بيعتبر المشهد ده من احسن المشاهد اللي قدمها ستيوارت في حياته كلها. فرانك كابرا نفسه كان بيواجه تحديات شخصيه بعد الحرب، كان عايز يثبت لنفسه وللناس انه لسه قادر يعمل افلام تلهم الناس ويرجع لهم احاسيسهم ومشاعرهم اللي فقدوها خلال الحرب، وكان شايف ان فيلم اتس ا وندرفول لايف هو الفيلم اللي هيقدر يعمل بيه كل ده. هو نفسه قال في مره ان الفيلم ده بالنسبه له ما كانش مجرد فيلم، لكنه كان محاوله لفهم الحياه واعطاء الناس امل في المستقبل. لكن المفاجاه كانت ان الفيلم لما اتعرض لاول مره ما حققش النجاح اللي كابرا كان متوقعه. الناس كانوا لسه خارجين من فتره الحرب، وكتير منهم ما كانوش مستعدين لفيلم بيحكي عن الامل بالطريقه دي، بس كابرا كان عنده ايمان قوي بالفيلم وكان بيعتبره اهم حاجه عملها في حياته. وبعد كذا سنه لما بقى الفيلم بيتعرض في التلفزيون في الكريسماس، الناس بدات تشوف عمق القصه، وبدا الفيلم ياخد مكانته الحقيقيه كواحد من اهم افلام الكريسماس على مر العصور. ابطال الفيلم كانوا من نجوم السينما في وقتها: جيمس ستيوارت اللي لعب دور جورج بايلي،
هو واحد من اكتر الممثلين المعروفين في عصره، وكان بيتميز باسلوبه الطبيعي والبسيط في الاداء. اللي ميز دور جيمس في الفيلم ده انه كان راجع من الحرب العالميه الثانيه، ومشاعره اللي طلعها على الشاشه كانت كلها حقيقيه جدا، وده خلاه يقدم واحد من اروع ادواره في السينما. الفيلم بيجمع من عنصرين، وهم عنصري الدراما والفانتازيا، وده لانه بيعتمد على فكره ان في ملاك بينقذ جورج وبيوريه شكل حياه لو ما كانش اتولد، وفي نفس الوقت في لمسات من الكوميديا بتخفف من التوتر الدرامي، زي ظهور الملاك كلارنس اللي دايما بيتصرف بعفويه. النوع ده من الافلام بنسميه في السينما الفانتازيا الدراميه، لانها بتجمع بين الخيال والاحداث اللي بتحمل مشاعر عميقه. فيلم اتس ا وندرفول لايف مش مجرد حكايه دراميه عن واحد بيواجه مصاعب الحياه، هو كمان فيلم بيقدم فكره فلسفيه عميقه عن معنى الوجود وقيمه حياه الانسان. الرساله الاساسيه للفيلم بتدور حوالين فكره ان حياه كل شخص فينا ليها تاثير كبير على اللي حواليه، حتى لو الشخص ده مش واخد باله من اهميته ومن اهميه دوره في الحياه. فرانك كابرا المخرج كان حريص جدا انه يقدم القصه دي من خلال شخصيه جورج بايلي، واللي كان دايما حاسس انه فاشل ومش قادر يحقق احلامه، لكنه في النهايه بيكتشف ان وجوده كان مهم جدا للناس اللي حواليه. كابرا علشان يعرض لنا حياه جورج بايلي استخدم الفلاش باك من اول طفولته لحد اللحظه اللي قرر فيها انه ينهي حياته، ومن خلال الرحله دي بنشوف قد ايه جورج كان بيسيب اثر ايجابي في حياه كل الناس اللي حواليه، اول انقاذه لاخوه وهو طفل لحد مساعدته لاهالي بيتفورد فولز انهم يلاقوا بيوت يعيشوا فيها بدل ما يضطروا يلجأوا لبطر الطماع. الفيلم كمان بيطرح سؤال مهم جدا، وهو ايه اللي بيخلي الحياه تستحق ان احنا نعيشها؟ جورج بطل الفيلم بيكون حاسس انه مش قادر يحقق اي حاجه لنفسه، وانه ضحى بكل احلامه علشان يخدم غيره. هو كان دايما عايز يسافر ويشوف العالم، لكنه فاضل مربوط ببلده وبمسؤولياته تجاه عيلته وشركه والده. تكرار جورج لفكره انه عاوز يشوف الدنيا ويلف العالم، وذكره الحلم ده في كذا موضع وبعد كده فشله في تحقيق الحلم، ده بيخلينا نعيش في كل التناقضات الموجوده بداخل جورج، وبتخلينا نفهم ونحس بمقدار معاناته والصراع الداخلي اللي بيحصل جواه. والصراع ده بيحصل ما بين رغبته في تحقيق حلمه وبين الواقع اللي عايشه. بعد كده المشاكل والصراعات بتتكاثر خلال مراحل الفيلم المختلفه، وبتوصل لنقطه الذروه لما جورج بيفقد مبلغ كبير من فلوس شركته، وده اللي بيخليه يتعرض لخطر السجن. وبعد وصول لقمه الازمه وتفكير جورج في الانتحار، بيقوم فرانك كابرا باستخدام حبكه كانت بتستخدم في الدراما اليونانيه والرومانيه القديمه، وهي حبكه بيطلق عليها الدايس اكس ماكينه. والحبكه دي بيتم استخدامها لما بيتعقد الصراع وبيبقى لا يمكن حله بالطرق التقليديه، فبيظهر فجاه شخص بيقدم حل غير متوقع. وده تم من خلال المشهد اللي فيه الملاك كلارنس اللي بيظهر فجاه علشان ينقذ جورج ويوريه شكل العالم من غيره. نقطه التحول دي في الاحداث هي اللي بتغير كل حاجه. كابرا استخدم الملاك كلارنس كاداه فنيه علشان يقدم لنا منظور جديد لحياه جورج، ويخلي كل واحد فينا يسال نفسه سؤال مهم جدا، سؤال من الممكن ان يكون ما خطرش على بال اي واحد فينا قبل كده: يا ترى لو ما كنتش اتولدت ايه اللي كان هيحصل لكل الناس اللي تعرفني؟ ومن النقطه دي فحياه جورج انقلبت راسا على عقب، لانه لاول مره بيشوف قد ايه وجوده كان ليه معنى كبير، حتى لو هو نفسه ما كانش شايف ده. وده لان كلارنس بياخد جورج في رحله اشبه بمغامره سينمائيه خياليه. الرحله دي بتوريه شكل بيتفورد فولز من غير وجوده. جورج بيكتشف ان البلد اللي عاش فيها طول عمره اتحولت لمكان بائس اسمه بوترسفيلد، وان الشخصيات اللي كان ليها دور ايجابي في حياته بقت عايشه في ضياع من غيره. اخوه مات وهو صغير لانه ما كانش موجود ساعتها علشان ينقذه من الغرق، وصاحب الصيدليه اللي كان شغال فيها دخل السجن لانه ما كانش موجود علشان يمنعه انه يحط السم في الدواء. رساله الفيلم هنا وفكرته الاساسيه هي ان حياه الانسان ليها قيمه حتى لو الشخص نفسه مش قادر يشوفها. كابرا اعتمد في توصيل الفكره دي على فكره الباترفلاي افكت، واللي هي ان فعل بسيط ممكن يغير مصير كامل. كل قرار اخذه جورج في حياته كان ليه اثر مباشر على حياه الناس اللي حواليه، حتى لو الاثر ده ما كانش ظاهر ليه هو شخصيا. الفيلم بيقول لنا ان مش شرط انك تكون بطل خارق علشان تكون حياتك مهمه، كفايه بس تكون موجود وتساعد اللي حواليك. الفيلم كمان بيلعب على فكره ان السعاده مش دايما بتيجي من تحقيق الاحلام الكبيره، لكن من الممكن انها تيجي من الحاجات الصغيره اللي بنعملها كل يوم. جورج كان دايما يفكر ان حياته محدوده لانه ما قدرش يسافر ويحقق طموحاته، لكن في الاخر بيكتشف ان عيلته واصدقائه والناس اللي ساعدهم هم اللي بيدوا معنى لحياته. كبرة في النقطه دي بيخلينا نفكر ونسال نفسنا: هل من الممكن نكون احنا كمان عايشين في حاجه شبه اللي كان عايش فيها جورج؟ هل في ناس حوالينا بيشوفوا فينا حاجه احنا مش قادرين نشوفها؟ الفيلم كمان بيتناول فكره الامل بشكل جميل جدا. في لحظات كتير جورج كان حاسس انه وحيد ومش لاقي حد يقف جنبه، لكن في النهايه الناس اللي ساعدهم هم اللي وقفوا معاه. كأن كابرا بيقول لنا ان الخير اللي بنعمله بيرجع لنا في وقت الشده، وده بيظهر في المشهد الختامي لما كل اهل البلد بيجوا بيت جورج وبيجمعوا فلوس علشان ينقذوه من الورطه اللي وقع فيها. المشهد ده مليان مشاعر، وموسيقى نشيد الوداع الشهيره واللي كانت بتتغنى في الخلفيه بتضيف بعد عاطفي قوي جدا للمشهد، وبتحسسنا قد ايه اننا قدام لحظه سينمائيه عظيمه من الصعب انها تتكرر، وبتثبت لنا ان السينما مش بس وسيله للترفيه، لكنها كمان وسيله للتفكير والتامل في الحياه.
الفيلم ده بيخلينا نتساءل عن حاجات مهمه زي دورنا في حياه الناس اللي بنقابلهم وعن معنى وجودنا في الدنيا. ودي كانت رؤيه كابرا اللي كان عايز يوصلها لنا، ان حياتك ليها قيمه حتى لو انت مش قادر تشوفها. فرانك كابرا استخدم حاجه بنسميها في السينما قوس الشخصيه، وده عشان يخلي شخصيه جورج بايلي بتمر بتطور عميق من بدايه الفيلم ولحد نهايته. في البدايه جورج بايلي هو شاب طموح عنده احلام كبيره زي انه يسافر ويشوف العالم ويبني جسور وناطحات سحاب. هو شايف ان حياته في بيدفورد فولز مقيده وبيحلم انه يهرب من البلده الصغيره اللي عايش فيها طول عمره. في المشاهد الاولانيه بنشوفه وهو بيحلم بحاجات كبيره وبيحاول انه يلاقي طريقه يخرج بيها من روتين حياته، لكن دائما الظروف بتيجي ضده، سواء بموت والده اللي بيضطر انه يستلم مكانه في اداره الشركه، او حتى لما اخوه هاري بيتجوز ويتوظف بره البلد وبيسيب جورج محبوس في بيدفورد فولز، وده بيسيب جورج بالاحباط. وكابرا بيخلينا نحس مع جورج بالاحباط ده من خلال حاجه بنسميها في السينما الانترنال كونفليكت او الصراع الداخلي. جورج من بره بيبان دايما انه قوي ومتحمل المسؤوليه زي معظمنا، لكنه من جواه حاسس انه دايما بيضحي باحلامه علشان يساعد ناس غيره. وده بيتضح اكتر في المشهد اللي بيستخدم فيه فلوس شهر العسل، وده علشان ينقذ الشركه لما الاهالي كانوا في حاله ذعر وعايزين يسحبوا فلوسهم. هو بيحاول دايما انه يعمل الصح، لكنه برضه كان دايما بيحس انه مفيش مقابل للتضحيات اللي بيقدمها. وعلى النقيض تماما عندنا شخصيه بوتر اللي هو العدو الاساسي لجورج في الفيلم. بوتر بيمثل الراسماليه الجشعه، وهو شخص بيعمل اي حاجه علشان يحقق مكاسبه الشخصيه. في السينما بنسمي النوع ده من الشخصيات انتاجونست او الشخصيه المضاده، لان دوره في الاساس هو تحدي البطل وانه يخليه يواجه صراعات اكبر. بوتر شايف ان جورج ضعيف لانه دايما بيختار يساعد الناس على حساب نفسه، وده بيتضح في مشهد مهم جدا لما بيحاول يشتري الشركه من جورج ويعرض عليه مرتب كبير. العرض ده بيمثل لحظه مهمه جدا في الفيلم، لان جورج بيلاقي نفسه قدام خيارين، وهما انه يستسلم ويمشي ورا طموحه واحلامه، او انه يستمر في التضحيه ويفضل مكمل في دوره في مساعده الاشخاص اللي حواليه. وده بيخلينا بعد كده كمشاهدين نسال نفسنا سؤال مهم: يا ترى هو ايه اللي فعلا بيخلي الشخص ناجح؟ هل النجاح في تحقيقنا لاحلامنا الشخصيه حتى لو ده كان على حساب اللي بنحبهم، ولا النجاح لما نبقى مؤثرين بشكل كبير في حياه المحيطين بينا؟ ماري زوجة جورج بتمثل جزء كبير من الرساله اللي بيحاول كابرا يوصلها. هي مش بس دورها انها تكون الزوجه اللي بتساند جوزها، لكنها كمان رمز الامل والحياه البسيطه اللي بيقدروا يبنوا فيها ذكرياتهم مع بعض. في السينما بنسمي شخصيه زي شخصيه ماري كاركتر سبورتنج او شخصيه داعمه للبطل، وده لانها بتكون عنصر رئيسي في تطور بطل الفيلم. ماري دايما بتكون سند جورج، بتحاول توريه الجانب الايجابي من حياته وبتقف جنبه حتى في احلك اللحظات، زي مثلا لما تعرض له ازمه ضياع الفلوس. المشهد اللي ماري بتدي فيه الفلوس اللي كانوا حاطينها لشهر عسل عشان ينقذوا الشركه بيبين قد ايه انها مستعده تضحي بكل حاجه زي جورج بالظبط. وده بيأكد على فكره ان السعاده مش في الفلوس لكن في الوقوف جنب اللي بنحبهم، واننا نشوف اللي بنحبهم سعداء ومبسوطين. كابرا كمان بيستخدم المشهد ده علشان يورينا ازاي ماري كان شايفه في جورج اكتر من اللي هو شايفه في نفسه، وازاي كانت دايما مؤمنه انه شخص مؤثر في حياه الناس اللي حواليه. كمان العلاقه بين جورج وكلارنس كانت نقطه محوريه مهمه جدا في القصه. كلارنس هو الملاك اللي بيجي علشان ينقذ جورج من اللحظه اللي بيفكر فيها انه ينهي حياته. في السينما شخصيه زي كلارنس ممكن نسميها منتور او مرشد، وده لانه بيساعد جورج يكتشف حقيقه مهمه جدا عن نفسه وعن العالم. وده بيتم من خلال الرحله اللي بياخد فيها كلارنس جورج وبيوريه شكل العالم من غيره. اللحظه دي بتكون زي لحظه ادراك، وده لان جورج بيبدا يفهم انه حتى لو ما حققش احلامه الكبيره الا انه كان ليه تاثير كبير جدا على حياه ناس كتير حواليه. كابرا استخدم حاجه بنسميها في السينما رحله البطل، واللي هي بنيه قصصيه بنشوف فيها البطل بيمر برحله فيها تحديات لحد ما بيوصل لحظه اكتشاف او تغيير. جورج في البدايه كان فاكر انه فاشل وانه ما قدرش يحقق اي حاجه لنفسه، لكن بعد ما شاف الحياه من غيره اكتشف قد ايه وجوده كان مهم جدا. الرحله دي بتوضح الرساله الاساسيه للفيلم وبتدعمها بشكل كبير. وفي نهايه الفقره دي من تحليلنا للاحداث والشخصيات في فيلم اتس ا وندرفول لايف بيخلينا نفهم انه مش بس فيلم عن راجل بينقذ بلد صغيره، لكنه كمان قصه عن صراع داخلي وعن البحث عن معنى الحياه وسط تحدياتها. كل شخصيه في الفيلم بتضيف بعد معين للرساله اللي كابرا كان عايز يوصلها لنا، وكل مشهد بيخلينا نحس قد ايه ان حياه جورج بايلي كانت مهمه، وان التضحيه اللي عملها مش مجرد تنازل عن احلامه لكنها كانت طريقه لخلق تاثير ايجابي في حياه كل الناس اللي حواليه. فيلم اتس ا وندرفول لايف فيلم مليان بالرمزيات ودلالات اللي بتخدم رسالته العميقه، وده اللي بيميز الفيلم ده عن اي فيلم غيره. فرانك كابرا المخرج استخدم عناصر سينمائيه كتير زي الاضاءه، التكوين، الرموز البصريه، وحتى الحوارات علشان يدي الفيلم ابعاد اعمق بكتير ويوصل رسالته بشكل ذكي. ومن اول الرموز القويه في الفيلم هي الجسر. الجسر ده مش مجرد مكان بيتجمع فيه الاحداث، لكنه كمان رمز للمكان اللي جورج بايلي وقف عليه ما بين الحياه والموت، وده المكان اللي كان فيه جورج على وشك انه ينهي حياته بالفعل قبل ما يظهر له الملاك كلارنس. الجسر هنا ممكن نعتبره سيمبوليك ثريشولد او عتبه رمزيه، بمعنى انه بيكون الحد الفاصل
ما بين عالمين، عالم بيدفورد فولز اللي جورج مش قادر يشوف قيمته فيه، ولا عالم الموازي اللي بيوريه ليه كلارنس لما يشوف الدنيا من غيره. وده بيعكس فكره ان لحظات اليأس الشديد احيانا بتبقى بدايات لاكتشافات كبيره في حياتنا. رمز تاني مهم جدا وهو الجرس اللي بيرن في اخر الفيلم. في المشهد الختامي بنسمع جرس في بيت جورج، والبنت الصغيره بتقول كل مره جرس بيرن ملاك بياخد جناحاته. Look, Daddy, teacher says every time a bell rings, an angel gets his wings. الجرس ده بيعتبر موتيف، يعني عنصر بيتكرر طول الفيلم علشان يدي دلاله معينه. في الحاله دي الجرس بيرمز للحظات اللي بيكتسب فيها الملاك كلارنس جناحه، لكنه في نفس الوقت كمان بيعكس فكره التغيير والادراك اللي حصل لجورج في الرحله بتاعته. الجرس بيدل على ان كل تغيير بيحصل في حياتنا بيجي بعد وعي جديد بقيمه الحياه. كمان في رمزيات واضحه جدا في مشهد تساقط التلج. التلج في مشاهد الكريسماس هو حاجه بنسميها في السينما فيجوال ميتافور او استعاره بصريه. هنا التلج بيمثل النقاء والبدايه الجديده لجورج بعد ما قرر انه يرجع لحياته ويحارب اليأس. كأن اللحظه اللي بيشوف فيها التلج بينزل هي نفسها اللحظه اللي بيدرك فيها انه عايز يعيش. وده بيعكس فكره الازمات والمحن اللي بنمر بيها ممكن تكون فرصه برضه لبدايات جديده. شخصيه بوتر نفسها تعتبر رمز مهم جدا في الفيلم. بوتر مش بس شخصيه شريره بتواجه جورج، لكنه كمان رمز للقوه الاقتصاديه الجشعه والرأسماليه اللي بيستغل الناس الضعاف لمصالحها. في كل مشهد بيظهر فيه بوتر بنشوفه قاعد في مكتب مظلم محاط باوراق العقود والفلوس، وده بيشير لحب السيطره والجشع اللي عنده. شخصيه بوتر بنسميها في السينما الاركتايب او النموذج الاصلي، لانه بيمثل الشر الكلاسيكي اللي بيدفع البطل للتضحيه والتمسك بالمبادئ. في المقابل جورج بايلي بيمثل رمز للشخص اللي عنده مبدأ التضحيه. شخصيه جورج بالشكل ده بيطلق عليها في السينما البطل المتردد، لانه بيكون دايما متحمل مسؤولياته حتى لو هو مش عايزها. جورج بيمثل الشخص اللي مستعد يضحي باحلامه علشان يسعد كل اللي حواليه، وده بيظهر في كل مشهد ليه مع اهالي البلد لما بيساعدهم في الحصول على بيوت او لما بيقف جنبهم في الازمات. ده حتى البيت القديم اللي بيعيش فيه جورج وماري ليه رمزيه قويه. البيت ده بيطلق عليه في السينما السيتيك سيمبوليزم، بمعنى المكان اللي ليه دلاله رمزيه قويه في الاحداث. البيت كان قديم ومتهالك، لكن ماري وجورج حولوه البيت مليان حب ودفء، زي ما يكونوا بيعيدوا بناء حياتهم من اول وجديد. البيت بيمثل فكره ان السعاده مش دايما في الاشياء الفخمه او الفاخره، لكن في الاشخاص اللي بيشاركونا حياتنا. اخر رمز لازم نتكلم عنه هو المدينه نفسها بيدفورد فولز. المدينه دي بيطلق عليها من قبل صناع السينما المايكروكوزم او النموذج المصغر، لانها بتمثل المجتمع كله. بيدفورد فولز اللي فيها جورج كانت مدينه صغيره لكنها كانت مليانه دفء وانسانيه، في حين ان بيترسفيل اللي شافها في العالم الموازي كانت مليانه فساد وجشع. كابرا استخدم المدينه علشان يعبر عن تاثير الشخص الواحد على مجتمعه، وازاي ان وجود جورج في المدينه الصغيره دي كان بيفرق بشكل كبير. فيلم اتس ا وندرفول لايف فيلم مليان بالرمزيات اللي بتخدم قصته وبتوصل لنا رساله ان الحياه ممكن تكون مليانه مشاكل وصعوبات، لكن في نفس الوقت كل واحد فينا ليه تاثير على العالم اللي حواليه حتى لو التاثير ده مش واضح من البدايه. كابرا عارف ازاي يستخدم الادوات السينمائيه دي علشان يوصل رسالته ويخلي كل تفصيله في الفيلم ليها معنى بيخدم القصه. ومش بس القصه والشخصيات والرمزيات هم اللي بيوصلوا فكره الفيلم، لكن كمان في عناصر فنيه كتير شاركت في خلق التجربه دي. فرانك كابرا كمخرج استخدم ادوات سينمائيه كتير بذكاء علشان يعبر عن افكاره ويوصل لنا الاحساس اللي عايزنا نحسه مع كل مشهد. فهنلاقي هنا في الفيلم استخدامات متميزه للاضاءه، التصوير، الموسيقى، وحتى زوايا الكاميرا، واللي كلها لعبت دور كبير في خدمه رساله الفيلم. وهنبدا هنا بالاضاءه اللي هي واحده من اهم العناصر في الفيلم. كابرا كان بيستخدم حاجه بنسميها في السينما اللايتنج كونتراست او التباين في الاضاءه، وده علشان يخلق تمييز ما بين المشاعر المختلفه في المشاهد. يعني مثلا في المشاهد اللي بتحصل في بيدفورد فولز قبل الازمه بنشوف دايما اضاءه دافئه ومشرقه بتدي احساس بالامان والدفء. الاضاءه هنا بتساعدنا نحس ان المدينه الصغيره دي مليانه حياه وروح حتى لو كانت بسيطه في شكلها. وعلى العكس تماما لما بنروح لبوترسفيل في العالم الموازي بنشوف استخدام مكثف للاضاءه الغامقه والظلال واللي بتدي احساس بالكآبه والوحده. الطريقه دي بنسميها اللو كي لايتنج، وهي اداه فعاله جدا علشان تظهر لنا الفرق ما بين العالمين، ما بين الحياه اللي جورج موجود فيها والحياه اللي من غيره. كمان التصوير السينمائي له دور كبير في توصيل رساله الفيلم. كابرا كان بيستخدم زوايا كاميرا معينه علشان يوضح القوه او الضعف في المشاهد. مثلا في المشاهد اللي بتجمع جورج مع بوتر دايما بنشوف بوتر بيتم تصويره من زاويه منخفضه، وده بيعطيه هيبه وقوه اكبر، وفي المقابل جورج بيظهر من زاويه مرتفعه وكانه اضعف او اقل شأنا. لكن لما جورج بيبدا يسترجع ثقته بنفسه في نهايه الفيلم زوايا الكاميرا بتتغير وبنشوفه من زوايا اكثر استقامه، وده بيعكس تطور شخصيته وقدرته على مواجهه الحياه. الموسيقى التصويريه في الفيلم كمان كانت اداه فعاله في تحريك مشاعر الجمهور. المخرج اختار موسيقى كلاسيكيه بسيطه لكنها مؤثره بتساعد في خلق جو من الحنين والشجن. مثلا موسيقى مشهد النهايه اللي بنسمع فيها
اغنيه نشيد الوداع المشهوره، وهي اغنيه تقليديه عن الذكريات القديمه. فده بيدي احساس قوي بالارتباط ما بين جورج واهل بيدفورد فولز، وبتعزز الاحساس بعوده الامل بعد فتره من اليأس. المزيكا هنا مش بس خلفيه للمشهد، لكنها جزء مهم جدا من السرد الدرامي، وده اللي بيطلق عليه في السينما اللايجيتك ميوزك، وده لما تكون الموسيقى جزء من الاحداث اللي بتحصل على الشاشه. الاخراج في الفيلم بيلعب دور كبير جدا في تقديم التفاصيل اللي بتخدم الرساله. كابرا كان دايما مركز على انه يخلق احساس بالتواصل الانساني ما بين الشخصيات، وده ظهر في مشاهد كتير زي مشهد الرقص في المدرسه، او المشهد اللي جورج وماري بيتكلموا فيه بالتليفون على نفس السماعه وبيكونوا قريبين جدا من بعض، لكن جورج بيحاول يقاوم مشاعره. هنا الكاميرا بتقرب جدا من الشخصيات، وده بيطلق عليه في السينما الكلوز اب شوت، واللي بتسمح للمشاهد انه يشوف تعابير الوش ويشعر بالمشاعر اللي بتمر بيها كل شخصيه. نيجي بقى لمشهد مهم جدا، وهو مشهد الرحله اللي بياخد فيها كلارنس جورج لعالم بدون وجوده، واللي بيعتبر من اهم المشاهد اللي بتستخدم تاثيرات بصريه علشان توصل الرساله. كابر هنا بيستخدم الفيجوال افكت علشان يخلق احساس ان العالم اتغير تماما. هنلاقي هنا استخدام ذكي لتاثيرات الاضاءه والتظليل، وده بيدينا احساس ان العالم الموازي عالم كئيب وغريب عن عالم جورج الطبيعي. لما جورج بيشوف الشوارع وهي مهجوره والناس اللي كان يعرفهم مش عارفينه، فالاضاءه والديكور كلهم بيخدموا فكره ان جورج فعلا مش موجود في العالم ده. كمان في حاجه مهمه، وهي حركه الكاميرا اللي كابرا استخدمها في الفيلم. فهنلاقي في كتير من المشاهد الكاميرا بتتحرك بشكل بطيء مع جورج وهو بيمشي في شوارع بيدفورد فولز، وده بيدي احساس انه جزء من المكان ده. لكن في مشاهد بودرسفيلد حركه الكاميرا بتكون سريعه ومتوتره، وده بيعزز الاحساس بالفوضى والتوتر اللي بيعيش فيه جورج في العالم الموازي. وحركه الكاميرا بالشكل ده بتقدر توصل الفكره بشكل كبير. فرانك كابرا استخدم كل الادوات السينمائيه دي علشان يخلي كل عنصر في الفيلم يخدم الرساله الاساسيه. كل مشهد وكل تفصيله من حركه الكاميرا للاضاءه للموسيقى كانت جزء من السرد الدرامي، وده اللي خلى فيلم اتس ا وندرفول لايف مش مجرد فيلم كلاسيكي، لكنه كمان تجربه سينمائيه متكامله بتاخدك في رحله ما بين الواقع والامل. ولما نتكلم عن فيلم زي اتس ا وندرفول لايف ما ينفعش نعدي تاثيره على الجمهور والنقاد مرور الكرام. وزي ما قلنا قبل كده، فالفيلم ده رغم انه لما اتعرض لاول مره سنه 46 ما حققش النجاح اللي كان متوقع له في شباك التذاكر، الا انه بعد كده بقى واحد من اكثر الافلام شهره وتاثيرا في تاريخ السينما. الموضوع ما كانش بس مجرد فيلم بيتشاف في عيد الميلاد، لكنه اتحول لحاجه اكبر من كده، لفكره بتشجع الناس على التامل في حياتهم والتفكير في قيمه كل لحظه وكل علاقه بيمروا بيها. اول حاجه ممكن نتكلم عنها في النقطه دي هي الاستقبال النقدي. في البدايه الفيلم ما كانش ناجح قوي في السينما، والنقاد كانوا منقسمين عليه. في الوقت ده بعض النقاد شايفين انه فيلم حالم ومبالغ في تفاؤله، في حين ان مجموعه تانية من النقاد اشادوا بالطريقه اللي فرانك كابرا قدر من خلالها يصنع دراما انسانيه عميقه، وده لان الفيلم كان مختلف عن افلام الحرب اللي كانت مسيطره وقتها، واللي كانت بتتكلم غالبا عن مآسي الحرب والابطال العائدين. فانت لما تيجي في التوقيت ده وفي وسط الاجواء دي وتعمل فيلم بيتكلم عن الامل والتفاؤل، فاكيد انت لازم تتوقع انه هيفشل. لكن بعد كده الفيلم كسب شعبيه متزايده بعد عرضه يمكن باكثر من 20 سنه، وتحديدا في فتره السبعينات. هنا الفيلم حصل له اعاده تقييم من قبل الجمهور، وده حصل بسبب ان الفيلم دخل المجال العام لما حقوق النشر بتاعته انتهت، وابتدى يتذاع على التلفزيون كل سنه في موسم الكريسماس. وبفضل العروض المستمره دي الفيلم وصل لقلوب ناس كتير، وبقى جزء من طقوس احتفال الكريسماس في بيوت كتير، لدرجه انك ممكن تعتبره زيه بالظبط زي تزيين الشجره او انتظار بابا نويل. لكن ليه الفيلم ده بالذات فضل في الذاكره الجماعيه للجمهور؟ والسر هنا بيكمن في حاجه بنسميها الصدى العاطفي. كابرا قدر يخلي كل مشهد في الفيلم مليان بمشاعر حقيقيه، سواء كانت مشاعر امل، حزن، او حتى يأس. كل واحد فينا ممكن يتواصل مع قصه جورج بايلي لانه بيشوف فيها انعكاس لحياته هو نفسه. كلنا مرينا باوقات حسينا فيها اننا مش قادرين نحقق احلامنا، او اننا مش قادرين نشوف تاثيرنا على الناس اللي حوالينا. الفيلم بيدي للجمهور شعور انهم مش لوحدهم، وان في دايما امل حتى في احلك اللحظات. كمان الفيلم تسبب في احداث تاثير كبير في صناعه السينما نفسها، ففي كتير من النقاد بيشوفوا انه من افضل الافلام اللي عملها فرانك كابرا في حياته، وده لانه جمع فيه كل العناصر اللي خلت افلامه مشهوره، وده من خلال نقطه مهمه جدا وهي تصوير الحياه في بلده بيدفورد فولز. كابرا استخدم حاجه بنسميها السمول تاون استيتيك او جمال المدينه الصغيره، وده عشان يوصل رساله عن تاثير الفرد على المجتمع. وجت بعد كده افلام كتير استخدمت التقنيه اللي استخدمها كابرا، زي افلام جراوند هوك داي وذا ترومان شو. الفكره دي عن الصراع الداخلي والشخص اللي بيحاول يلاقي معنى لحياته في وسط مجتمع صغير هي اللي اضافت جماليه للفيلم ميزته عن بقيه الافلام. ومن اهم الجوانب اللي خلت الفيلم ده عظيم هو انه ما كانش خايف يتكلم عن مواضيع زي الفشل واليأس. جورج بايلي بيواجه لحظه احباط عميقه جدا في حياته، واللي بتوصله لدرجه انه يفكر في انهائها. كابرا عرض المشهد ده بشكل حساس جدا، وبيخلينا نحس بعمق الازمه اللي بيمر بيها جورج. في السينما بنسمي اللحظه دي الدارك نايت اوف ذا سول، يعني اللحظه اللي بيشعر فيها البطل انه خسر كل حاجه، لكن في نفس الوقت دي اللحظه اللي بيبدا فيها الامل يدخل من جديد. ودي حاجه خلت الفيلم مؤثر جدا. الفيلم كمان فتح نقاشات مهمه في المجتمع الامريكي بعد الحرب العالميه الثانيه،
في الوقت ده كان في شعور كبير بالاحباط واليأس وسط ناس كتير، واللي كان في كتير منهم بيحاولوا يلاقوا معنى لحياتهم بعد كل الخسائر اللي شافوها. كابرا استخدم شخصيه جورج بايلي علشان يعكس كل ده، ولما الفيلم بقى شعبي في السبعينات الناس رجعت تلاقي فيه رساله امل بتتكلم عن اهميه ان كل فرد ليه دور في الحياه. الفيلم تسبب كمان في تغيير شكل افلام عيد الميلاد نفسها. قبل اتس ا وندرفول لايف افلام الكريسماس كانت دايما بتركز على الجانب السعيد والفرحه اللي بتيجي مع الاحتفالات، لكن كابرا قرر انه يعرض الجانب المظلم من القصه ويورينا ان السعاده احيانا بتيجي بعد لحظات من حزن شديد، وده خلق نوع جديد تماما من افلام الكريسماس واللي بقى فيها مشاهد فيها عمق انساني اكتر، وخلى المشاهدين يلاقوا في الافلام دي حاجه اكتر من مجرد الاحتفال بالمناسبات. وعلى المستوى التقني الفيلم بقى مرجع للسينمائيين بسبب استخدامه المميز للاضاءه والتصوير والمونتاج. فمشهد الرحله مع ملاك لارنس واللي بنسميه الالترنيت رياليتي سيكونس او تسلسل الواقع البديل، واللي بقى مرجع لكل الافلام اللي جت بعده وحاولت تعرض فكره ان حياه البطل كان ممكن تكون مختلفه. الطريقه اللي كابرا صور بيها العالم الموازي باللعب بالاضاءه الغامقه والخلفيات المظلمه ساعدت كتير من المخرجين في فهم ازاي يستخدموا التقنيه دي بشكل مؤثر. لكن اهم حاجه الفيلم ده فضل علامه في الثقافه الشعبيه لحد النهارده. جمل حواريه كتير زي جمله مثلا نو مان از فيلر وهذا فريندز، الجمل دي بقت جزء من الذاكره الجماعيه. كمان في وقت بعد كده مشاهير كتير قالوا ان الفيلم ده كان ليه تاثير كبير على حياتهم الشخصيه، زي الرئيس الامريكي رونالد ريجن واللي قال انه كان بيشوف في شخصيه جورج بايلي شخصيه بتلهمه. واللي كان مفاجاه بالنسبه ليا ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في سنه 53 كتب مقال في مجله اخر ساعه بعنوان قصه اثرت على حياتي، اتكلم فيه عن الفيلم وعن مدى تاثره بيه. وفي النهايه ففيلم اتس ا وندرفول لايف مش مجرد فيلم بنشوفه في الكريسماس، لكنه كمان درس عن اهميه وجود كل فرد فينا وعن تاثيرنا على حياه اللي حوالينا حتى لو مش قادرين نشوف ده بنفسنا. الفيلم قدر يلمس قلوب الناس ويفضل في ذاكره السينما لانه بيعبر عن حاجات انسانيه عميقه جدا وبيوصل رساله انسانيه بتخلي كل واحد فينا يعيد التفكير في حياته ومعنى وجوده، وده اللي يخلي الفيلم ده يستحق انه يكون فيلم كلاسيكي وواحد من افضل الافلام في تاريخ السينما. ومن وجهه نظري ففيلم اتس ا وندرفول لايف هو واحد من افضل الافلام اللي قدرت تتعامل مع فكره معنى الحياه وتاثير الفرد على المجتمع. فرانك كابرا نجح في تقديم قصه بسيطه لكنها في نفس الوقت عميقه بتلمس القلوب وبتخلينا نفكر في حياتنا وعلاقتنا بالناس اللي بنحبهم. جيمس ستيوارت قدم اداء مميز وصادق وقدر ينقل كل الصراعات الداخليه اللي مر بيها، ومع ان الفيلم بيعتمد على الفانتازيا في الجزء الخاص بكلارنس ورحلته مع جورج الا ان الرساله اللي بيقدمها هي رساله حقيقيه وواقعيه جدا. كمان بعتقد ان الفيلم بيقدر يعبر عن فكره التضحيه مش كواجب لكن حاجه بنعملها من غير ما نحس علشان بنحب اللي حوالينا. جورج كان شايف حياته مجرده من معنى، لكن في الحقيقه هو كان بيحقق معنى كبير من خلال وجوده ودعمه ناس كتير. وفي النهايه عايزك تتخيل معايا جورج بايلي وهو واقف على الجسر في عز لحظه يأسه، الدنيا كانت بتضغط عليه من كل اتجاه، شاف كل احلامه وهي بتنهار قدام عينيه وشعر انه ملوش قيمه وان العالم هيكمل من غيره زي ما هو. لكن في اللحظه دي ظهر كلارنس الملاك اللي قرر انه يساعده مش علشان ينقذه بس لكن علشان يخليه يشوف العالم من زاويه جديده ويخليه يفهم ان حياته ليها معنى اكبر بكتير من اللي كان متخيله. واحنا زي جورج بالظبط بنمر بمواقف في حياتنا بنحس فيها اننا لو مشينا الدنيا مش هتتغير وان مفيش حد هياخد باله من غيابنا، لكن الحقيقه كل واحد فينا هو زي الحلقه الصغيره في سلسله كبيره واللي ممكن نكون شايفينها صغيره لكنها بتغير كل حاجه حواليها. يعني كل لحظه بنقضيها مع الناس اللي بنحبهم، كل مره بنقف جنب حد محتاج مساعده، وكل ابتسامه بنرسمها على وش حد، دي لحظات بتسيب اثر مش هيتنسي. والجمله اللي قالها كلارنس لجورج وهي مفيش حد فاشل طول ما عنده اصدقاء بتختصر رساله الفيلم كلها. الحياه مش بتقاس بالفلوس اللي بنملكها ولا بالنجاحات اللي بنحققها لكنها بتقاس بعدد القلوب اللي اثرنا فيها. كل واحد فينا هو قصه بتتكتب كل يوم وكل يوم لينا دور بنلعبه في قصه حد تاني، زي ما جورج بايلي كان ليه دور في حياه كل شخص في بيدفورد فولز. كل واحد فينا ليه دور في حياه اللي حوالينا. فيلم اتس ا وندرفول لايف بيفكرنا ان الحياه دايما مليانه مفاجآت وان اوقات الفرح بتيجي بعد اصعب لحظات الحزن وان اللي بيمدنا بالقوه في وقت الشده هو الحب اللي بنشوفه من اللي حوالينا، هو العيله، هو الاصدقاء اللي بيقفوا جنبنا، وده اللي بيخلي الحياه تستاهل انها تتعاش. يمكن النهارده واحنا بنتفرج على الفيلم ده نفتكر لحظات صغيره مرينا بيها واحنا فاكرين انها ما كانتش مهمه لكن بنكتشف انها كانت كل حاجه، زي مكالمه تليفون او ضحكه من قلبنا او حضن من شخص غالي. يمكن تكون اللحظات دي اللي خلت حياه حد حوالينا اجمل بكتير. في النهايه الرساله اللي بنطلع بيها من الفيلم هي ان حياتنا دايما ليها معنى حتى في اصعب الاوقات، وان السعاده مش في تحقيق كل احلامنا لكن في اننا نكون موجودين للي حوالينا. مفيش انسان مش مهم ومفيش حد وجوده ملوش لازمه، وكل واحد فينا حتى لو حس نفسه صغير هو في الحقيقه بيعمل فرق كبير في العالم ده. وانا هنا بسالك، فكرت قبل كده في تاثيرك على اللي حواليك؟ ازاي ممكن تكون حياتك سبب في سعاده حد تاني؟
الفيلم ده بيفكرنا ان لسه في امل، وان كل يوم هو فرصه جديده ان نكون الافضل، وان في حياه رائعه مستنيانا لو قررنا نفتح عينينا ونشوفها. افتكر دايما انك مش لوحدك، وان حياتك مهما كانت بسيطه فهي اكيد ليها قيمه. فيلم النهارده بيدعونا كلنا ان نبص للحياه بشكل جديد، واننا نلاقي السعاده في الحاجات البسيطه اللي حوالينا. يمكن تكون حياتك مليانه بالتحديات، بس افتكر دايما ان الحياه دي فعلا حياه رائعه. وبس كده، سلام.